السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو خطير وجامد جدا. فيديو مشتريات كده ب600 جنيه، مليت البيت خزين كده وخير، فاكهة خضار بقوليات، حاجات كتير جدا. تابع معايا هتستفيدي بإذن الله. بس قبل ما نبدأ ياريت نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونعمل لايك كده للفيديو، ويلا بينا على طول ندخل على المشتريات بتاعتنا. أول حاجة كده هنبدأ بيها وهي بند الفاكهة. الفاكهة كده يا جماعة أنا جبت كيلو برقوق ب70 جنيه، كيلو ونص عنب ب50. عايزة اقول لكم كمان ان انا الفيديو ده مصوراه بقالي فترة، بس تقريبا هي نفس الاسعار، ما اختلفتش كتير. وكمان ممكن تنوعي في الفاكهة، مش شرط الفاكهة اللي انا جبتها. بعد كده جبت 3 كيلو ونص كده من الاناناس المنجاوي، كان سعرهم 50 جنيه، بيبقى طعمه جميل جدا، جربوه ان شاء الله يعجبكم. هكتب كده معاكم كل المشتريات علشان تعرفوا ان فعلا الميزانية اللي قلتلكم عليها في اول الفيديو هي نفسها اللي انا بصورها معاكم دلوقتي. يبقى كده الفاكهة 50 جنيه عنب كيلو ونص من سعر 30 جنيه، زائد كيلو برقوق ب70 جنيه، زائد 50 جنيه أناناس منجاوي 3 كيلو ونص. وهنا كمية الفاكهة كانت مناسبة جدا ان هي تكفي معايا الاسبوع. بعد كده هنشوف بقى الخضار. جبت كده كرنباية للمحشي، هي صغيرة علشان أنا جايبة معاها بتنجان. الكرنباية دي كانت ب15 جنيه، والبتنجان ده كده كان ب8 جنيه، جبت كده ب20، 2 كيلو ونص. أنا كده هعملهم في يوم، ممكن يكفوا معايا يومين على حسب. هنا البتنجان فلاحي وحلو جدا. تنقي كده البرنجانة الطرية اللي بتكون بتلمع، وب5 جنيه خضرة. كده يبقى 15 كرنب و5 جنيه خضرة و20 بتنجان، يعني 40 جنيه. بعد كده جبت ب50 جنيه بطاطس. البطاطس كانت ب17 جنيه، دول كانوا حوالي 3 كيلو إلا ربع كده من البطاطس، بيكفوا معايا الأسبوع، وممكن كمان يتبقى معايا كده للأسبوع اللي بعده. بعد كده جبت ب50 جنيه طماطم. هنا الطماطم برضو كانت حلوة كده معايا. الطماطم كان سعرها 15 جنيه، جبت كده 3 كيلو وربع ب50. الطماطم كده كانت حمرا ونوعها حلو جدا. بصراحة ندمت ان انا ما جبتش ب50 جنيه كده وسبتها في الفريزر، بس مفيش مشكلة. بعد كده جبت ب15 جنيه فلفل وشطة كده، كانت ب12 جنيه. والله يا جماعة هي دي الأسعار الموجودة عندنا في السوق. جبت كده تشكيلة من الفلفل والشطة. بعد كده جبت البتنجان الرومي ده، كان عامل 7 جنيه، جبت كده كيلو ونص ب10. أهم حاجة كده تجيبي البتنجانية اللي بتلمع وتكون طرية معاكي كده، ولونها بيكون اسود بالشكل ده كده، بتبقى حلوة معاكي كده في القلية وفي أي نوع بتعملي البتنجان بيه، بيديكي نتيجة حلوة جدا، ما بتكونش مبزرة. بعد كده جبت نص كيلو من الليمون أو ربع كيلو، بصراحة مش فاكرة، بس ده كان سعره 15 جنيه. بعد كده جبت كيلو من الخيار. الخيار برضو كان الكيلو ب15 جنيه. هحسب بقى معاكم الحاجات اللي انا جبتها كده من الخضار والفاكهة علشان نشوف سعرها كام. 15 جنيه كده كرنباية، زائد 5 جنيه خضرة، زائد 20 جنيه بتنجان، ده كله للمحشي. بعد كده 15 جنيه خيار، 15 جنيه ليمون، 10 جنيه بتنجان رومي، 50 جنيه بطاطس، و50 جنيه طماطم، 15 جنيه فلفل بشطة. بعد كده جبت ب200 جنيه سمك. هنا السمك أنا جبته علشان يكفيني يومين. جبت كده البلط ده الكيلو ونص ب100. ده شكله كده السمك ده أنا هشويه. وجبت رنجة كده ب100 جنيه، هو الكيلو كان ب90 بس هو أزيد من الكيلو.
أي نوع سمك بقى بتجيبيه. أنا هنا جبت دول عاملين 200 جنيه. بعد كده بقى هنكتب 200 جنيه سمك، علشان كده في النهاية نشوف الميزانية بتاعتنا هتبقى قد ايه. بعد كده بقى هنشوف اللي بعد كده البقوليات. جبت كده ب30 جنيه رز بسمتي. الحاجات دي سايبة كده من العطار، لأن سعرها بيبقى غالي كده في السوبر ماركت. بعد كده جبت ب10 جنيه ذرة فشار، بتبقى سناكس حلو كده للأولاد. بعدين جبت ب10 جنيه كمون، و10 جنيه فلفل أسود، وب10 جنيه كده بهارات الرز البسمتي. وجبت كده كيلو مكرونة فرن، سعره كان 22 جنيه. المكرونة كده لما تبقى معاكي مفيش فيها أي حبيبات بيضة كده من تحت أو متكسرة ولونها كده أصفر، دي المكرونة اللي بتبقى حلوة كده معاكي في الأكل، وتقدري ان انتي تستخدميها وانتي مطمنة. كده بقى تبقى المشتريات خلصت معاكم. نشوف بقى اللي احنا جبناه النهاردة، ونشوف أسعار كده الحاجات دي كلها، ونشوف ميزانيتنا سعرها كام بالظبط. أول حاجة كده كانت الفاكهة، كتبتها معاكم. بعد كده الخضار، بعدين كده كتبت السمك ب200 جنيه. البقوليات 30 جنيه رز بسمتي، زائد 30 جنيه بهارات الكمون والفلفل وبهارات الرز البسمتي. وبعدين 10 جنيه كده ذرة فشار، و25 جنيه مكرونة، لأن ده كده أزيد من الكيلو حاجة بسيطة. الكيلو كده كان سعره 22 جنيه. نحسب كده الفاكهة 50 عنب و70 برقوق و50 أناناس، والكرنب كده والخضار. أنا هنا كده نسيت إن أنا أكتب الذرة الفشار، هو سعره على العموم 10 جنيه، هنحسبها في الآخر. يبقى كده 170 جنيه فاكهة، 40 جنيه حاجات المحشي اللي هي الكرنب والبتنجان. بعد كده 40 جنيه البتنجان الرومي والليمون والخيار. والسمك بقى كده والبقوليات والطماطم والبطاطس، كده الحساب 650 جنيه، وال10 جنيه كده ذرة الفشار، يبقى 660 جنيه. ده كده كان مشتريات الأسبوع من الخضار والفاكهة.